من اصعب الحاجات اللي في الدنيا هي التعامل مع البني ادمين. انت ممكن تتعامل مع مكنه او تتعامل مع سيستم يكون اسهل، لكن عايز تتعامل مع بشر. احنا النهارده هنتكلم مع بعض على حبه حاجات في فنون الاتيكيت. ايه هو الاتيكيت؟ الاتيكيت هو فن التعامل مع الناس بشياكه وببساطه، فبيدي لك ثقه في نفسك انك قاعد عارف بتتعامل ازاي بقواعد محدده للناس كلها وورلد وايد. بس في اهم من قواعد الاتيكيت، في قاعده في الاتيكيت نفسه بتقول ان لو في اي حاجه من القواعد اللي هي يعني مطبقه عالميا على مستوى العالم كله متعارضه معاك دينيا او متعارضه مع مجتمعنا او مع الكالتشر بتاعتنا، على طول بتتحط على جنب. يعني مش معنى هتعامل مع قواعد الاتيكيت ان انا اعمل حاجه مخالفه لديني او مخالفه يعني تخليني شكلي مش مظبوط في وسط المجتمع عشان اقول لا والله دي حاجه موجوده في قواعد الاتيكيت. دي اصلا قاعده من قواعد الاتيكيت. هنبدا النهارده مع بعض. كتير مننا لما بيروح في مطعم او في مكان علشان هياكل بيكون عنده مشكله وبيبقى متضايق ومكسوف، مش عارف هو ازاي ممكن يكون هيمسك الشوكه والسكينه وهل ماسكهم صح، هيعرف ياكل بيهم صح. مش عيب يا جماعه، كل حاجه في الدنيا احنا بنتعلمها. في الاول خالص هنقول ازاي نقعد اصلا صح. احنا طبعا قاعدين بتكون كتافنا مفروده، المسافه اللي بينك وبين الترابيزه لا بقى قاعده كده يعني عامله كده مفيش ظهري، ولا بقى قاعد عامل كده زي ما اكون خايفه. المسافه الطبيعيه عشان حتى اقدر ان انا اكون قاعد باكل براحتي هي بالظبط بتكون كده. يعني بصوا اللي هي مسافه ايدي دي المسافه اللي بينك وبين الترابيزه، وقاعد ظهرك مفروض، يبقى انت كده تمام. هنشوف مع بعض ازاي نمسك الشوكه والسكينه صح. الشوكه والسكينه يا جماعه ما بتمسكوش كده، ما بتتمسكش كده، مش هنمسكها كده. مش بنقول مش هتتمسك، ده غلط ده غلط. انت لو مسكتها كده مش هتعرف تاكل صح، هتحصل لك مشاكل كتير وانت بتاكل. تعالوا نشوف الاول هنمسكها ازاي صح، وبعدين نقول لو مسكناها غلط ايه اللي هيحصل. ادي يا جماعه شايفين الصباع ده؟ انا هحط الشوكه كده اخر الشوكه اهو، اوكي، واخر السكينه من هنا اهو، وهحطهم كده على صباعي وهقلب كده تلاقي نفسك بتقطع بمنتهى السهوله والسلاسه. لا انا محتاج اعمل كده ولا انا محتاج ان انا اقعد كده عشان ابقى متمكن. زي ما قلنا المسافه اللي بتكون بيني وبين الترابيزه بالظبط كده، وقاعد ظهري مفروض، فهتلاقي نفسك بتاكل بمنتهى البساطه. اوكي، ايه بقى المسكات الغلط ممكن تعمل ايه؟ يعني مثلا انا لو ماسكه الشوكه والسكينه مثلا ماسكاهم كده مثلا يعني، وجيت ان انا هقطع، اولا هتحسوا ان هي تقيله جدا على ايدك وانت جاي بتقطع، تلاقي نفسك مش متحكم في التقطيع، تلاقي في حاجات بتطير وحاجات بتروح وحاجات بتيجي في الطبق. كل ده منظر هيبقى مش لطيف، ده اللي ممكن يحطك في احراج. لكن لو مسكناهم كده خلاص خلصت.